بدلة الرقص ب20 جنيه. يا ليلة سودا، 20 ملطوش في البدلة حتة واحدة؟ أمال أنتِ كنتِ فاكراها بكام؟ ما كانش فكري الموضوع كده خالص يا جمالات. أديكي عرفتي، مسيو جورج بياخد في البدلة 20 جنيه. طب والحل؟ هنجيب ال20 ملطوش دول منين بقى؟ لا، ما هو مش بياخدهم كلهم حتة واحدة، ده في الأول بياخد 2 جنيه وأول كل شهر بياخد 50 قرش. وأنا معايا ال2 جنيه. خلاص أنا من الصبح هوديكي لمسيو جورج. فين مسيو جورج ده؟ عماد الدين. بس في مشكلة يا جمالات، حكاية ال50 قرش دي هعمل فيها إيه؟ ده أنا مرتبي كله 3 جنيه في الشهر. ابقي ميلي على المدام. عيب عليكي يا جمالات، مش أنا اللي أعمل كده.
وبعدين انا عارفه كويس قوي ظروف المدام شكلها ايه اليومين دول. خلاص لما نروح لمسيو جورج بيتحايلي عليه شويه يمكن يقللهم. ده انا ارطله بالفرنساوي للصبح. قال يعني البت بتفهم فرنساوي قوي وانجليزي كمان. بجد؟ معقوله يا توحه؟ تكونيش يا بت 7 صنايع والبخت ضايع. نفسي الاقي بخت يا جمالات، نفسي. تفتكر هيوافق يا جمالات؟ يا اختي امال يفوتش ان شاء الله. بقول لك ايه، عايزين نضرب ونلاقي كده. ماشي بس انا اللي هخش الدخله الاولانيه. خش يا اختي خشي، محدش هيتكلم. خشي الله يسترك. صباح الخير يا مسيو جورج. صباح النور جمالات. تحيه صاحبتي. اهلا وسهلا. تحيه بقى عايزاك تفصل لها بدله. بدلة ايه؟ ايه اللي بدله ايه؟ تشريفه مثلا، بدله رقص يا اخويا. جرى ايه يا حاج جورج؟ بتبص لي كده ليه يا اخويا؟ هتصورني؟ اسم الرقاصة الصح. احنا بقى عايزينك تفصل البدله اللي تنطق الجسم العسل ده. فلوس جاهزة؟ طبعا يا اخويا. ال2 جنيه اهو، اتفضل. طيب. أول كل شهر 50 قرش. عشان خاطري يا مسيو جورج، عشان خاطري، ده انا لسه ببتدي، خليها ريال بس. لا لا لا، مش ممكن، مش ممكن، مستحيل. عشان خاطري بقول لك، البدله الجايه ان شاء الله هخلي لك القسط جنيه حته واحده يا سيدي. والنبي يا مسيو جورج، البت دي غلبانه غلب والله، حتى باين على وشها. قلت ايه بقى يا مسيو جورج؟ يا اختي هيقول ايه؟ هيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا موافق يا مسيو جورج. مش انا قلت لك مسيو جورج ده اطيب واحد في الدنيا. عينيه كلها طيبه، تصدقي؟ بصي عينيه كلها طيبه اهو. ماشي، هو أنت جاي منك ليها؟ موافق. يسترك يا رب. تعالى جوه ولا يسمع عشان مادموزيل. يلا يا سكر يا عسل، انت يا مسيو. عايز حاجة يا فؤاد؟ أبدا، شايفك سرحانة. يعني بفكر شوية. ويا ترى بتفكري في مين؟ أبدا، مش في حد معين. يا ريت لو بتفكري في الماضي تنسيه، واللي يبيعك باقيه. أنا نسيت خلاص يا فؤاد. أنا بنت بديعة ونصيبها، والصفحة دي خلاص أنا قطعتها من حياتي. هو ده الصح. ويا ريت تفكري في اللي جاي. بصي حواليكي قدام، يمكن تلاقي ساعتك وانت مش واخده بالك. احيانا بيكون الانسان قدامه ناس بيحبوه قوي وهو مش شايفه. فكر. الف مبروك يا توحه. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا بنت يا جمالات، ده أنت جدعة قوي. يا بنت ما تقوليش كده، احنا اخوات. طب يا ستي البدلة وقضيت. خلاص جبناه. هنعمل إيه بقى في المزيكا؟ ان شاء الله تتدبر. طب قولي لي مين اللي ممكن يوافق إنه يعمل لي الرقصة دي؟ مفيش غيره، اشهر مصمم رقصات في بر مصر، إيزاك. لا هوا فندية كده كده فين فيهم الساده؟ الحقيقه يا استاذ نجيب انا تهت. دوق انت القهاوي وانت تاخد الساده من زياده. تتوه انت ودوق انا لحد نفسي ما تجزع. يا سعد يا سعد ده انت فقر جملي. خلاص يا سعد خلاص، روح انت يا سعد. روح يا فقر، روح. شكرا يا استاذ نجيب. يا ساتر، ده الزياده وحشه قوي. يعني الساده بتاعتك يا نجيب هي اللي حلوه؟ ده انت بتعذب نفسك يا جدع. الحياه كلها عذاب يا صاحبي. اخبار الروايه الجديده ايه؟ لسه شويه يا إيزاك. هموت اعمل لك رقصاتها، هعمل لك رقصات هايله. وهو في حد يقدر يصمم شغلي غيرك انت يا صاحبي؟ على فكره انا سمعت ان بديع هتنقل من الليله دي كازينو الكوبري. بديع والله وحشتني بديع. يعني هو كان حد قال لك العب بديلك؟ وانا يعني كنت عارف اللي حصل كان هيحصل. اهو اللي حصل حصل. ركز في شغلك
واهتم باللي جاي. ايه؟ مفيش. مفيش ايه؟ اقعدي اقعدي اقعدي. هو انا مش عارفاكي؟ مالك؟ حاسه بغربه هنا؟ بالعكس يا ست الكل، المكان هنا حلو عشان انتي فيه، اوض واسعه وفي جنينه ترد الروح. طب امال مالك يا توحه؟ انا دبرت موضوع البدله يا مدام، اتفقت مع مسيو جورج وبيخيطها لي. برافو، بس انت كده محتاجه حته مزيكا. ما انا هاخد حته مزيكا من بتوعك. جميل، بس برضه محتاجه مصمم رقصات. مصمم رقصات موجود يا مدام. ايزاك. مين يروح امك؟ يوه، ده انا نسيت خالص، نسيت ان المدام مش طايقه ايزاك ولا طايقه حتى تسمع سيرته. ليه بقى يا جمالات؟ عشان ايزاك ده يبقى صاحب نجيب الريحاني، ونجيب الريحاني ده يبقى طليق المدام. وايه يعني لما يبقى صاحبه؟ عشان المدام فاكره ان ايزاك كان السبب في المشاكل اللي كانت بينها وبين نجيب الريحاني، ولما قطعت رجل نجيب الريحاني عن الصاله قطعت رجل ايزاك برضو عن الصاله. مصيبه ايه بس السودا دي؟ ان شاء الله يا اختي ولا مصيبه ولا حاجه، هتتدبر، هنجيب واحد غيره، ولو ان مفيش واحد كويس زيه. عارفه المدام كانت ناقص ترقعني علقه ساعتها. سعيده. اهلا. سعيده. ازيك يا بيبا؟ بيبا ابراهيم يا تحيه، زميلتنا الجديده في الفرقه. تشرفني. اهلا وسهلا بيكي. امال فريد فين؟ فريد قاعد هناك اهو. مشي بعد اذنكم. اهلا يا حبيبتي. شوفي يا اختي، البت لفقت على طول في اول يوم مع فريد الأطرش، والبت جولييت سابت انطوان وقاعده مع الجزائري. الكازينو ما بقاش كازينو، بقى كورنيش. انا اسفه يا مدام، سامحيني، ما كانش فكر ان اسم المخفي ايزاك ده ممكن يضايق قوي كده. والله العظيم هدور على واحد تاني، بس ما تزعليش ولا تضايقي روحك. وانا ما يرضينيش انك تتضايقي يا توحه. ما تزعليش ان انا انفعلت عليكي. انا عمري ما هزعل منك ابدا يا مدام. وانا مش هخليكي تزعلي يا توحه. انا عارفه ان ايزاك مصمم رقصات شاطر. انا موافقه. موافقه يا مدام من غير ما تتضايقي، بس بشرط يدربك قبل البروفات او بعد البروفات، مش عاوزه اشوف وشه. حاضر يا مدام، يدربني ويمشي على طول، مش هخليكي تشوفيه ابدا. ربنا يخليكي ليا يا رب. انت عارفه انا وافقتك ليه يا توحه؟ عشان بتحبيني يا مدام. مش بس كده، عشان قدام الاصرار اللي في عينيكي ده انا ما اقدرش اقول لا. ها، قلت ايه يا ايزاك؟ ما انت عارفه يا جمالات انا بحبكم كلكم، بس انا ما اضمنش اروح عند المدام. بصراحه كلام في سرك يعني، هي مستحلف لك لو شافت وشك. شفتي اديك انت قلتيها اهو. خلاص ما تخافش، يبقى نتدرب في الوقت اللي المدام مش موجوده فيه. تضمنوا؟ انا عايزه اعرف هو خايف منك ومرعوب قوي كده ليه؟ تلاقي صاحبه قال له على العلقه اللي اكلتها له. صاحبه مين وعلقه ايه؟ هحكي لك يا توحه. اصل مره كنا مسافرين بره نعمل شغل، وكنت اياميها متجوزه نجيب الريحاني. وبعدين يا ستي في يوم من الايام قمت الصبح لا لقيت ايراد الفرقه ولا نجيب الريحاني. نجيب الريحاني خد ايراد الفرقه كله وبنت من بنات الفرقه وفلسع على فرنسا. يا لهوي، معقول يا مدام؟ ايوه يا ستي، هو ده اللي حصل. طبعا انا كنت مجروح وجرحي جرحين، جرح الست اللي جوزها فضل عليها حته عيله بتشتغل عندها في الفرقه، وجرح تاني انا مسؤوله عن كوم لحم، فرقه بحالها مش لاقيين حق رجوعنا لمصر. الله يكون في عونك. وعملتوا ايه يا مدام؟ بعدين يا ستي انا طبعا عملت المستحيل علشان خاطر نمد كام يوم نشتغل فيهم نلم لنا قرشين عشان نرجع مصر، وفعلا الحمد لله لميت فلوس ورجعت الفرقه كلها على مصر. انا بقى شمعت الفتله على فرنسا. رحتي له فرنسا يا مدام؟ ايوه، رحت هناك وسالت على اللوكاندا اللي هو قاعد فيها. رحت لهم قلت لهم مسيو نجيب الريحاني فين؟ انا المدام بتاعته. قالوا لي موجود يا مدام، وقالوا لي على رقم الاوضه. طلعت له على الاوضه. انا قلت مش هيخبط الخبطه دي كده غيرها. بوليس فرنسا نفسه حنين عن كده.
وانتوا عملتوا ايه يا نجيب؟ انا قلت جالك الموت يا تارك الصلاه. البنت خدت ديلها في اسنانها وقالت يا فكيك. الفندق كله كان بيتفرج على البنت اللي هربانه الفجر. وانت عملت ايه يا نجيب؟ انا الحقيقه ما عملتش، المدام هي اللي عملت. ضربته حته علقه ما كلهاش حرامي في مولد. وهو اتضرب كده عادي يعني ما دافعش عن نفسه؟ يا ماما دي كانت علقه موت، بيحكي ويتحكى بيها لحد دلوقتي. يستاهل برضه. عشان كده ايزاك خايف لحسن ياكل نفس العلقه. انا شخصيا لو مكانه هخاف. تعالى يا وش الخير. صباح الخير يا بنتي. صباح الفل. شكلك يعني فرحانة. فرحانة عشان الأرض فرحانة. تصدق إن الأرض بتحس؟ طب والنبي بتحس؟ دي الأرض فرحانة بالحاجات اللي جت من مصر. طبعا الأرض بتحس. الأرض بتحس بدبة رجل الفلاح عليها. أنا مش فاهمة، أنت بتشوريني ولا بتعرفيني؟ إيه يا ماما؟ أكني اتجوزت فؤاد من وراكي. في الأيام السودة دي مفيش حاجة مستبعدة. كل ده عشان قلتلك إن فؤاد صارحني بإعجابه. هو فؤاد الجزائري مش وحش، بس المهم أنت عاوزة يكون ليكي معاه حياة ولا بتتسلي؟ خايفة يمكن يكون مفيش حاجة جواه اديها له. أنطوان ما سابش في قلبي غير جرح. مش قادرة تسامحي؟ اللي يخون ويغدر ما يستاهلش إن احنا نسامحه. خلاص اقفلي قلبك على جرحك، لأنك ما عندكيش حاجة تديها لأي حد تاني. عايزاني أرفض؟ مش عاوزاكي تتجرحي. اللي بيتجرح هو اللي بيحب يا ماما، وأنا مش هحب تاني خلاص. أنا عايش حياتي بالطول والعرض. مش رجلك بس، أنا عايزك تركزي في حركة جسمك كلها، رجلك وإيدك وراسك وإحنا مبتسمين، أوكي؟ حاضر يا إيزاك. يلا معايا بالعد. 1 2 3 4. أحسن. 1 2 3 4. 1 2 3 4. أحسن. 2 3. أحسن. هنلف. 2 3 4. وريني بقى البوز. بوز. لا خلينا فوق كده أحسن. نتأخر على البروفات ونهمل في البروفات، بقينا نلعب. تحية. تحت أمرك يا مدام. قولي لي مين بيحب مين في العيال دول؟ يعني إيه يا مدام؟ يعني مين بيحب مين؟ مين ماشي مع مين يا روح أمك؟ معرفش يا مدام، معرفش. طب غوري من وشي. والله يا عال بتهملوا في شغلكم وتلعبوا يا ولاد الكلب. لو عايزه تشتمي حد اشتميه باسمه يا مدام، ما تجمعيش. عشان كلكم ولاد كلب. انا ما بحبش حد يشتمني بابويا. عشان علمتكم 1000 مرة ان الشغل اهم حاجة في حياتكم، لكن انتوا حمير ما بتفهموش. سي فريد عمال يحب لي في الست بيبة ويعزف لها العود، والست جولييت عمالة تحب لي في فؤاد الجزائري. ده ما بقاش كازينو، ده بقى مخور. شوفوا بقى من هنا ورايح ومن النهارده اللي هيهمل في شغله ملوش مكان عندي يا ولاد الكلب.
هتقولي لسه يا حاج جورج؟ ده جاهزه جوه تحيه. ابوسك يا حاج جورج. مدام، انا بقى عندي بدله رقص. بعد اسماعيل ياسين ما يخلص نمرته اطلعي على المسرح اعملي نمرتك الليله. الليله؟ ايوه يا سيدي، الليله دي هيتوج فاروق ملكا على الليلة. تحيه بيتي يا توحه. يوه مالك يا اختي كده زي اللي ندهاك النداه؟ عايزه ايه بس يا جمالات؟ خلاص اخيرا حلمي اتحقق، هرقص سولو النهارده. بجد يا توحه؟ اه والله، مدام بديعه الله يسترها قالت كده. اسماعيل ياسين هيخلص نمرته وهطلع ارقص على يا الف نهار ابيض، الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا بنتي. طب مالك بقى عامله كده زي ما تكوني مش فرحانه؟ من كتر ما انا فرحانه مش مالكه اعصابي يا جمالات. قلقانه يا توحه؟ مرعوبه. ان شاء الله يا حبيبتي ربنا هيوفقك، والليله دي هيبقى ميلاد النجمه تحيه يا محمد. لسه بدري قوي. ايه يا فريد اتاخرت عليا كده ليه يا حبيبي؟ معلش يا حبيبتي، وانا جاي لك قابلت حوريه محمد وكانت متضايقه جدا وقعدت تزعق وتقول لي مين تحيه محمد دي اللي ترقص شرقي سولو؟ انا حوريه محمد اشهر رقاصه في المحروسه وبطله الفرقه، وازاي مدام بديعه تعمل كده؟ وكان باين عليها ناويه الشر. المهم قولي لي ايه اللي بيحصل جوه؟ مفيش، اسماعيل ياسين بدأ نمرته وتحيه تدخل بعديه على طول، بس دي خايفه قوي يا حبه عيني. طبعا لازم تخاف، ده اهم يوم في حياتها كفنانه، يا تنجح وتكتب شهاده ميلادها يا تموت قبل ما تتولد. طب وانت تفتكر ايه؟ ربنا يوفقها ان شاء الله. يا رب. بسم الله ما شاء الله، قمر يا توحه. بجد حلو يا جمالات، مفيش احلى من كده، البدله وهتاكل منك حته. انا مش قادره اصدق بقى، معقوله يا جمالات الحلم اتحقق وبقى عندي بدله بتاعتي ملكي؟ البدله تجنن عليكي يا توحه. يا اختي الله يكون في عون الرجاله اللي هيقعدوا النهارده في الصاله، ده انا اللي اسمي ست عايزه اعضانك للصبح. بس يا بنتي يا قلة الادب. بس انا خايفه قوي يا جمالات. ان شاء الله ربنا معاكي يا اختي. يلا شهلي بقى لحسن ايزاك بيقول لك كلها دقايق وتطلعي. بقول لك مرعوبه يا بنت. ايه يا توحه؟ ست بديعه قالوا لي انك قلقانه. قلقانه دي كلمه قليله بصراحه ربنا، انا مرعوبه قوي يا مدام. سيبينا شويه يا جمالات. تعالي هنا. انا مش قلت لك 1000 مره تركزي في شغلك؟ انت مش اتدربتي كويس؟ والله يا مدام ما قصرت. خلاص نفذي اللي اتدربتي عليه. انا عاوزاكي تبقي واثقه في نفسك، مش عاوزاكي تهابي حاجه ولا تهابي حد. انا عاوزاكي تقفي على خشبه المسرح وكانك اهم واحده في الدنيا، اهم من كل اللي موجودين. عاوزاكي تحسي انك ملكه. أهلا جلالة الملك يا نازلين. جلالة الملك هيكون هنا حالا عشان نبتدي مراسم التتويج يا حسنين باشا. كلنا في انتظار جلالته يا مولاتي. والآن نقدم لكم الوجه الجديد تحية محمد.
مبروك، كنت هايله. يلا بسرعه عشان خاطر تغيري البروجرام اللي بعده. يلا بسرعه. عجبتك يا مدام؟ هايله هايله. يلا يلا. تستحق، بنت طيبه وجدعه. الحقيقه تعبت معايا جدا، عندها طاقه غير عاديه، مستعده للتدريب 24 ساعه في ال 24 ساعه. عشان كده البنت دي هتكون نجمه. احساسي كراقص بيقول لي انها هتكون راقصه مفيش منها اتنين. ربنا ما بيضيعش تعب حد، لكل مجتهد نصيب. كان يوم عصيب. المهم انه انتهى بتنصيب جلالتك ملك على مصر المحروسه يا مولاي. حمل كبير، كبير قوي. وانت قدها يا مولاي. انا تعبتك معايا الفتره اللي فاتت يا حسنين. احمد حسنين دايما في خدمه مولاي، وشرف كبير ان اكون في خدمه جلالتك. متشكر. جلالتك تأمرني بحاجه قبل ما تنام؟ رغم التعب اللي انا فيه لكن حاسس ان انا مش جايلي نوم. جلالتك قلقان من شيء؟ ابدا، انا فرحان. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الحقوني. ايه ده؟ ايه ده يا دوح؟ هقطع البدله 100 حته. مين اللي عمل كده؟ ده مجرم ما عندوش قلب. منه لله اللي قتل فرحتك في ليله زي دي. بجد ربنا ينتقم منه. تقطعوها خالص. يا ريتهم كانوا قطعوا لنا 100 حته وهي لا. هي حصلت؟ هي حصلت يا كلاب يا غدر؟ طب ما فيش حد فيكم هيروح الليله دي الا لما اعرف مين اللي عمل العمله السوداء دي. انا اللي قطعتها. انتي؟ ايوه انا. طب ليه يا نرجس؟ دي بتقلد بنتي والطرق الشرقي، وبطلة الراس الشرقي في الفرقه هنا وفي مصر المحروسه تبقى حوريه محمد، وانتي عارفه كده كويس يا ست بديعه. طبعا ست حوريه استاذه الراس الشرقي. هو في حد زي حوريه محمد؟ يا اختي نقطينا بسكاتك انت وهي. مش عاوزه اسمع ولا كلمه، انا بس اللي هتكلم. بنتي زي الفريق ما تحب الشريك، هي حوريه محمد وبس. قصدك ايه نرجس؟ مفيش حد يرقص الشرقي الا بنتي. ماشي يا نرجس، تحية مش هترقص الشرقي تاني. والبدله اللي انا شاريها بالقسط ده انا دافعه فيها دم قلبي. هدفع لك ثمنها تحية، خلي جورج يعدي عليا. أنا ماشية. عن إذنك يا مدام. تصبحوا على خير. تقدروا تروحوا دلوقتي، اتفضلوا. أنا حبيت الليلة دي مع جمالين. ليه؟ مالكيش بيت؟ حبيت الليلة دي مع جمالين. سيبيها يا ماما، معلش يا توحة، أكيد ربنا مخبي لك حاجة أحسن. ليه يا ماما؟ ليه؟ ربنا ينتقم منها نرجس بنت حواء وقال مش مكتوب لي أفرح، مكتوب عليا الحزن العمر كله. كل شيء نصيب يا تحية. وأنا ليه نصيبي يكون كده؟ إرادة ربنا يا تحية. ونعم بالله. استغفر الله العظيم من كل ذنب. إلهي تتقطع إيديها زي ما قطعت البدلة وكسرت فرحتك في قلبك يا تحية. أنا مش زعلانة منها قد ما أنا زعلانة من الست بديعة. الست بديعة معذورة برضه. ما دفعتش عني، ما خدتش حقي. ما تنسيش إن دي حورية محمد، برضك نجمة رقاصة صوتها جايب بر مصر كله. الست بديعة ما تقدرش تستغنى عنها بسهولة. تقوم تدوس عليا كده؟ ما ينفعش. لا لا لا، ما هي الظروف اللي أنا فيها دلوقتي ما تسمحش أبدا إني أستغنى عن حورية محمد. طب وتحية يا ماما، دي البت ما لحقتش تفرح. تحية لسه صغيرة والطريق طويل قدامها ومفتوح. مفتوح ازاي بس وهو اتقفل في وشها من أول ليلة؟
ده انا خايفه تموت فيها. لا لا لا، تحية بنت جدعة وشجاعة وهتستوعب الأزمة دي. طب يلا بينا نروح. أنا مش هروح، أنا هبات هنا. أنا حكيت لك كتير عن حياتي قبل كده، وعرفتي قد إيه أنا اتبهدلت واتمرمطت. قابلت بلاوي كتير قوي قوي، لكن ما ضعفتش. كنت قوية، عشان كده بقيت بديعة، النجمة المشهورة. أنا مش عاوزاكي تستسلمي يا توحة ولا تستعجلي. إذا كنت حاسة إن اللي أنت عايزاه ده إنك تبقي رقاصة مشهورة، ده حلمك، اوعي تتخلي عن حلمك ده. فاهماني يا توحة؟ فاهماكي، وهكلبش في الحلم بضوافري. طب يلا بقى هاتي البنات عشان عندنا بروفا. صاحبتك هتفرقع، مش قادره تنسى اللي اتعمل فيها. وانتي صوتك دي جايه ورانا. ما انا عارفه، لو فتحت بقها اديها علقه تفوقها عشان تحلم على قدها. غيري بسرعه وقابليني في الجنينه. مش هجيب. مش عايزه تضربيني على ايه بنت الكلب. اعمل لك ايه بس انت ما تقولي بيها الحب كله. انا بقى مش هسيب. بقى يا بنت الكلب يا كسر. تعالي بقى وحياة امك ما هسيب. امك انت ما انا سايباكي. هي اللي ضربتني والله يا مدام. حتى شوفي جسمي اتقطع يا ست بديعه. حسابي معاكم بعدين. نعم يا مدام. قالوا لي ان حضرتك عاوزاني. عضتيها يا بت؟ انا؟ ده هي اللي كانت عايزه تضربني. اما رحت لها عضتها ليه؟ هي اللي نادتني لحد هناك، وكانت ناويه لي على نيه ربنا ينتقم منها، كريمه بنت حواء وادم. اتاريها كانت ناويه ترنني علقه. علقه؟ يعني عضتيها يا اختي؟ بقول لك ما عضتهاش يا مدام. امال كل البقع الحمراء اللي في جسمها دي منين لو ما عضتيهاش؟ طب ورحمه ابويا في نومته ما عضتها، وانت عارفه يعني ايه رحمه ابويا عندي، وعارفه قد ايه هو كان غالي عندي. ربنا يبتليني بنصيبه، يا رب يهفني قطر. ماشي يا توحة، روحي انت دلوقتي. حاضر يا ست الكل. يعني انت هتمشي وتسيب هنا؟ يعني شغلانه فيها مكسب عن هنا. يعني الحكايه حكايه فلوس بس؟ والله كل واحد بيجري ورا اكل عيشه. اكل عيشه؟ يعني انت هتسيبني عشان الفلوس يا فؤاد؟ بصراحه العرض اللي هناك ده ما يترفضش. ماشي ماشي يا استاذ فؤاد، المركب اللي تودي. يلا يا حلوين البروفه. يلا بروفه بلانيله بقى انت كمان. ايه ده؟ البت دي مالها زعلانه ليه؟ مش عارف ايه اللي زعلها. اكيد طبعا قلت لها حاجه تزعلها. والله ابدا، كل اللي قلته لها جاي لي شغل في مكان تاني هاخد فيه فلوس اكتر من هنا. وهي طبعا عايزاك تفضل قاعد جنبها. وانا قلت لا، بس فرق الفلوس كتير كتير. تحية. نعم يا مدام. انا عرفت اللي حصل بينك وبين كريمه. مخصوم من كل واحده فيكم 50 قرش. طب ورحمه ابويا يا مدام، لو خصمتي لي مليين واحد ما كنتش شغاله لك هنا في الفرقه. ايه حكايتك يا بت معايا؟ كل شويه تحلفي لي برحمه ابوكي برحمه ابوكي. يلا غوري من وشي، غوري من وشي. عاوزه انت كمان؟ فؤاد هيسيب الفرقه يا ماما. يسيب الفرقه في 60 داهيه، الحياه ما بتقفش على حد. بس فؤاد راقص شاطر. ايوه هو شاطر، انما ده اللي خايب. اديله اجازه شويه عشان يعرف يختار كويس يا اختي. الانجليز يا مولاي ما بيفكروش غير في مصلحتهم، ده اسلوبهم واحنا عارفينه. ايوه بس انا الملك ودي بلدي،
ومش هسمح للإنجليز ولا مصطفى النحاس إنهم يفرضوا عليا شروطهم. مصطفى النحاس بيتحداني يا حسنين وبيرفض قراراتي. مصطفى النحاس قاصد يحرجني. ما تنساش جلالتك ان مصطفى باشا النحاس زعيم حزب الوفد، حزب الأغلبية، وأي مواجهة دلوقتي اسمح لي مش في صالح جلالتك. انت بتقول ايه انت كمان يا حسنين؟ أنا خادم وناصح أمين لجلالتك، وخوفي وحرصي على جلالتك هم اللي أجبرونا أقول كده. سيبنا نلعبهم في هدوء شوية يا مولاي. انت شايف كده؟ أنا كمان شايفة كده. حسنين عنده حق. مصطفى النحاس محمود من الشعب. لو الملك يعادي النحاس دلوقتي يبقى مش في صالح الملك، خصوصا وهو في بداية حكمه. احنا الأول لازم نحافظ على العرش، نتجنب أي مواجهات ممكن تضر بعرش جلالتك. ومن دلوقتي لازم نخلي الشعب يحب جلالتك، يحبوك يا فاروق. أنا أؤيد كل اللي قالته مولاتي. أنا مخنوق من مصطفى النحاس ده. بيعارضني في كل حاجة بحجة الدستور. كل شوية الدستور فلق دماغي بالدستور بتاعه ده. مش في يوم وليلة هتقدر تتخلص من كل اللي مش عاجبينك، خصوصا لو كان النحاس. ده الإنجليز لحد دلوقتي راضيين عنه. مولاتي بتوزن الأمور بشكل صح جلالتك. سيبنا شوية من فضلك يا حسنين. أمر مولاتي. بعد إذن جلالتك. ما تستعجلش يا حبيبي. ثبت نفسك على العرش الأول، وبعد كده ابقى دوس بجزمتك على اللي مش عاجبينك. مخلص لجلالتك حسنين؟ مش هلاقي في خلاصه. تعب معايا كتير في رحلة دراستي في بريطانيا. تعب معايا كتير. طيب راجل زي ده خسارة فيه البشوية جلالتك؟ طب ما هو باشا. بس مش رسمي. جلالتك ما أنعمتش عليه بلقب البشوية. خسارة في ده مع واحدة يا شيرين. ما هو باين اهو، هتموتي من الزعل عليه. عليه هو يا تيتي. أنا زعلانة على كرامتي، صعبان عليا نفسي قوي إنه فضل الفلوس على إنه يقعد جنبي. طب ما تروحي معاه. أنت كمان عايزاني أضيع الشوية اللي فاضلين من كرامتي على واحد باعني؟ دول كلهم كلاب ما يستاهلوش. الكلام ده طبعا من ورا قلبك. أنا قلبي قفلته خلاص. يعني خلاص مش هتفتحي قلبك لحد تاني؟ مين اللي قالك كده بس؟ القلب اللي حبه وما اتصنش يفتح بيبانه كل يوم لحضن جديد. ارقصي فرنجي يا توحة. فرنجي؟ ايوه، مش هما مش عايزينك ترقصي شرقي علشان حوريه محمد ما تزعلش. خلاص ارقصي فرنجي. ارقص فرنجي ازاي بس يا ايزاك؟ دي بقى شغلتي، سيبيني اختار لك رقصه حلوه ما حدش رقصها قبل كده. انت بتتكلم جد؟ جد الجد كمان، وان شاء الله هختار لك حته رقصه تجنني بيها مصر المحروسه.